السلام عليكم، معكم دايلر مقطع جديد. خلونا نشوف اذا نقدر نوصل الى مقطع. لا، ما احنا في 2018 للاسف، المقاطع صارت ما تجيب لايكات. المهم يا جماعه، رجعت لكم بحلقه جديده من سلسله جربت اعيش. فسالتكم في الانستغرام اي دوله تبون تشوفون في الحلقه الجايه، والكل قال الاردن، وانا قلت من عيوني. اليوم يا جماعه راح يكون اليوم الثاني من قمه البليون متابع. نعم، بليون متابع، ايفنت يجتمع فيه جميع اليوتيوبرز وجميع صناع المحتوى وجميع الناس الذين يريدون ان يصبحون صناع محتوى ولكن لم تفلح معهم. صحيت الصباح ورحت النادي، ضربت C4، فحاليا احس بنشاط وما ادري، احس ان شخصيه دايلر بدات ترجع والشغف بدا يرجع، واحس اني ابغى اضرب اسلام افرو، اضربه. المهم يا جماعه، انا حاليا متاخر، لازم اروح الايفنت، بس قبل لا نروح لازم ارتب شنطتي. وش نحط بالشنطه؟ خلينا نشوف. هنا في اشياء لازم نمشيها، نفس الكتابي، نينتندو سويتش ما نبيه، قراطيس نبيها، بس اتوقع اني جاهز كذا يا جماعه، يكون جاهز للايفنت. هيا بنا. يا جماعة كذا يكون وصلنا الايفنت. يا ساتر، خلونا ندخل الايفنت. يا جماعة لازم ما انسى ان هدف اليوم هو لازم يكون عن الاردن. خلونا ندور صناع محتوى اردنيين. يا ولد وين صورتي؟ لو حطوا صورتي انا الصومالي. يا جماعة حصلنا تالا. والله بخير، الله يسعدك. تالا، قد عمرك سويتي عني مقطع؟ لا الحمد لله. شكرا. ودي مشينا. لا مشينا. احنا مساء طلعوني اكسبلور. كبسوا امانه عليكم. نروح اللاونج. Habibi, My favorite streamer. my favorite, Your streamer's favorite streamer. the best rapper. How do you see the event? Oh, that's actually No one cares. باكمان يا جماعة ستريمر جدا رهيب. You should check him out. عبود، عمور وعبود وزينة. هاي سلمي شو؟ هاي حطوا لايك شير سبسكرايب. هلا يا جماعة، وصلنا عند ريد بول. اوبا ثانك يو. اوكي يا جماعة، بعد البحث على العديد من صناع المحتوى الاردنيين ما حصلت ولا واحد. كيف كذا؟ فعليا كل صانع محتوى في كوكب الارض موجود هنا ولا حصلت ولا واحد اردني. فهل هذا يعني يا عزيزي المشاهد ان صناع المحتوى الاردنيين ما يصحون الصباح؟ خلينا نكمل مهمة البحث. مشينا يا جماعة. انس شو الاخبار؟ اديتر، حط لي فلاش باك 2018 كاس العالم روسيا. هلا والله الخمسه جدا صعبه، وانا كنت لابس لبس المنتخب بس جاني لا والله جاني واحد يطقطق علي روسي سكران، فاحتجت اني اغير بصراحه. يا ساتر. انس كيفك؟ خبرنا كيف الغبار؟ كيف؟ عارف علي افضل الغبار. والله غبار. ما عادش يقدروك يا ليو ميسي. يا جماعه الجوتس حقين اليوتيوب مهما جو في المستقبل ناس يبقون الجوتس. والله شايفها شايف المهم نور. فاحنا حاليا يا جماعه شوي مستحيين من بعض، كاننا اول مره نقابل بعض. لا عادي صديقي الالكتروني. نعم. اوكي يا جماعه، خلونا نوقع. اهلا يا جماعه، تين فيصل، ممكن توقعي لي على التيشيرت؟ يلا وقعت تي ام صامولي. وقعت انا. وقعتها لسه يا جماعه. صديقي يا جماعه، اعطيكم قصه على تيم فيصل. كنت اتابعه وانا صغير، اتابع مقاطع ماينكرافت، بعدين كبرت صرنا اصدقاء، شيبنا في اليوتيوب. انت توك صغير يا عمي، تقول شيبنا. انا بادي 2009. طيب بس اقول شيء، بس شيبنا في اليوتيوب. صار لنا تفكر بالاعتزال. لا انا سويت تجديد اشتراك مع المشتركين 10 سنين قدام، فتوني داخل مع كلان. صح، يور باي. مبروك. الله يبارك فيك. والله اسمع، اذا تبون واحد هنا ولا هنا تعال جدة ونتفاهم. جدة؟ نبغى البيت حقنا في جدة، حق مشكلة يا جدة هنا بس. طيب ما يصير من بعيد وكذا؟ لا عندنا، تعال نسحبه من دبي نرجع. حاولت يا جماعة، حاولت. يلا اشوفك على خير. مع السلامة. اهلا. اوكي يا جماعة، الفلوج بدأ. مرحبا، يا هلا والله دقيقة، اعطيني تقييم للاوتفيت. هاي حط عليها موسيقى قوية. يا بنات اللي ما كيف اما اعطيني شوية اولد ماني، بس اولد ماني از جود ماني، ولا انا اعطيه 9 من 10. 10 ثواني. جدا جميل. نشيط حبيبي. سلم على الفلوج، من زمان ما شفت. هلا والله من زمان. حبيبي دايلر، انا حاب اني اسوي تحدي. التحدي اللي عندي اياه اني احاول اوصل الى فوق ال100 صانع محتوى، والناس اللي لهم علاقه باليوتيوب اخليهم يوقعون على هاي الشيلد. حلو. تتوقع نقدر نوصل ل 100؟ نعم يمديك. اوكي. اوقع. شرف لي. يا سلام. نعم. ان شاء الله اشوفكم ان شاء الله. اوكي يا جماعه، حصلنا وسام. اقول لك مكان تروح تاكل فيه هنا في الاردن. لا ابغى هنا. مطعم ايام الخير، كرش وكوارع. ومنسف؟ يا زلمه اكيد 20 حد حكى لك منسف. عمري ما اكلت منسف. انا عم بحاول اكون كرييتيف. بدك تاكل منسف روح كل منسف. اول مره انا ووسام. الى اللقاء. بتحب المنسف
يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دايلر أو يا جماعة هذا يزيد صديقي الصدوق. كم صار لي أعرفه؟ تخيلوا كم تتوقعون صار لي أعرفه؟ 4 أسابيع. 4 أسابيع فعليا. بس إنسان جدا محترم الله يسعدك. ولازم نتزوجه قريب إن شاء الله. إن شاء الله. أي شخص مهتم في يزيد يكتب بالكومنتات. وهنا عندنا يا جماعة علي يا جماعة، هذا علي يا جماعة أكبر رجل أعمال في عمان. لا صدق يا جماعة، ولد يعني عليه الكلام، كل الناس بالضبط تحكي بأخلاقه وكل الناس تتمنى صاحب علي. الحمد لله. المهم يا جماعة اليوم نفس ما قلت لكم راح أجرب المنسف لأول مرة، فعليا ما قد جربته في حياتي. الجميد اللي هو لبن الماعز، وضروري مع المنسف. هو أصلا هو فيه اوريدي، هو الشيء الرئيسي فيه اوريدي. لا برو ما يحطوا له مع بعض. زي الشراب بتديره على يعني ما في احد ياكله بدون جميد. اوكي، معلومات قيمه. والان يا جماعه عندنا من عجلون عبود. السلام عليكم، شو الاخبار؟ شو مسوي؟ ايه ينزلونها الصدر يا الله. جابوا لنا الجميد، شوفوا نشوفه. هذا هو عبارة عن ايش؟ ماد لبن ماعز. اوكي. هذا لبن الماعز شو بيعملوا فيه؟ بيمسكوه بكسروه، ايوه، بحطوا عليه مي، بنقعوا مي، يتركوه ساعة ساعتين، بعدين بصير زي اللبن هلا حتشوفه. وينحط فوق اللحمة، تمام؟ حلو. بنطبخ مع اللحمة، بنطفى عليه، وبعدين بحطوا الصدر، بحطوا خبز شراك، رز، هذا الخفيف. ايوه، بعدين اللحم، تمام؟ بعدين يشربوه. شو يعني يشربوه؟ يعني يحطوا لبن على الرز، يغرقونه فوقه. مش يغرقونه بس يحطوه. هذا هو الجميد يا جماعة. ايه نعم. متحمس اجرب. ليتس جو. شو المشكلة؟ طيب ابي بطاطس. توكل لسه منسف، خلص لسه منسف. طيب ما في مشكلة، بطاطس ومنسف. لا ما يزبطش بطاطس ومنسف. مش عم تاكل سباجيتي انت، ازاي بطاطس ومنسف؟ ليش يعني؟ منسف لحاله بس. ليش تحسسني الموضوع خطير؟ لانه ما بزبط يا سبا، ما بزبط بطاطا ياكل بطاطا بعديها منسف. مجنون. رز لحاله بكفي صدقني. ليش يقولوا انا بروح انام بعدها؟ الجميد نفسه اللبن ثقيل حسب المطعم ضل تاكل منه. في ناس لو شبعت بسرعه بنقهر. هلا لما تاكل بيدك، ليش اصلا الناس تاكل بيدها؟ لانه اللقمه اكبر، فلا تخافش حتاكل كثير. يزيد ايش اكثر شيء تحبه في الاردن؟ كاردني ناسها يا عمري، وانا بعد عشان كذا لازم تشتركون في القناه. ناس جميله. نعم. هو اجباري يشترك، لو اردني ولا مش اردني اجباري يشترك. نعم. نعم يا جماعه، نزلوا لنا خضره ومخل. مو كذا تسوي اول شيء كذا. جيب ايوه، زيد. ايش زيد؟ انت ما شفت شمه. زيد برو، بس خلاص. طلع بنا ملح يا زلمه. بس يا جماعه هاي السالفه للبيع رابط كويس. اوكي يا جماعه، جانا خطيب اكل منسف، اول مره ياكل منسف. I'm very excited اني اجربه. اي نعم، هديه مني لك، هديه بسيطه اتمنى انك تقبلها. اذا بدك تعز واحد اردني يجيب له راسين جميل، واذا بدك تدعمه بزياده خليهم نص كيلو زياده. هذا كم تتوقع؟ هذا كم؟ اذا محبوك صح من 40 دينار ل 35 دينار هيك. كم هذا بالدرهم؟ 200 تقريبا. زين والله، هذا بزنس بالضبط. والله نصير تجار جميل. يلا بينا زيد يا جماعه، شكله بينزل الحين. اوبا احنا اللي لازم نكشف عليه. لا استنى الجميل. اوه ينحط فوق. اوكي بس شو الصحون والمعالق يا اخوان؟ انا ما طلبت شيء. الربع من تم عاسدر المناسف، وحلو بزاد وملوا من النواشف، ليلة بالعمر يا اشرف مواقف. بدنا نعلمه كيف طريقة أكل المنسف الصح. هنا عندنا الجميد يا جماعة بعد ما سووا له عملية الإنزال. يلا نجرب. يلا نوكل مش نجرب. يلا نوكل. يلا نشرب. يلا بسم الله. يا عمري جد أول مرة أجرب. فعليا أول مرة أجرب المنسف. تمزح والله. كيف هيك عايش بدون منسف يا زلمة؟ ما أنا خايف أدمنه. حط. بعد هنا. اوكي وبعدين جلافز. بس هون عشان ما فيش مكان. جلافز علشان التصوير بنمسك الكاميرا وكذا، ما نبغى الكاميرا تخرب. لا الأساس بدون بالضبط، بالأرض هناك. تكون مهبرة هيك. أوف. تمام. أيوة. لا فيش أوف. لا أوف يعني واو. أيوة ملا هيك معلم. يلا كور. دغدغني. كور هيك. تطقعها مرة واحدة. انت هيك حيخلص المنسف وانت لسه باللقمة الأولى. سولف. هاي للأمانة صدمة أي حدا بجرب المنسف لأول مرة. واو يا جماعة، وين المنسف طول حياتي؟ واو
شو نعيد العملية؟ اوكي. عملية التكوير جدا مهمة. ايوه شوفوا عملية التكوير. كرة. ممتاز. نعم بعدين. ايوه. عزز بجرجير. يا جماعة والله العظيم بدون مس ولا غلطة ولا غلطة. هذه معلومة على المنسف. إذا ما تكور الرز معك زي هيك وكان كل حبة بحبته متضاد. انت لانه اول مرة تاكل منسف، اذا حسيت باي اعراض تخدير باجرك، نمنمة باطرافك، وقف شوي. اول وجبة في اليوم. هاي اللقمة يا اخوان اسمها اوفر دوز منسف. هذه اللقمة توديك على اللوبي على طول. واو صدق واو. يتم اكل المنسف يا جايز. شوفوا يا جماعة انظروا الى الكرة. بدي تحسب دوخة. ما خلصت بس فعليا 10 من 10. وين طول حياتي؟ هذا السؤال. بس احس باشياء غريبة قاعد تصير بجسمي، بس اتوقع انها فترة وتعدي. طبيعي هذا مش شايف خطيب داخل. لا وين دخل لسه. يا جماعة يا اخي اشياء كثير قاعد تصير بنفس الوقت. عادي هيك بدها يطلع. يا جماعة وجهي نمل واحس اني برجع البيت. بس بالله عليك قديش قوي. يعني شو فكرته اللي جاب المنسف قال ما بدي اطبخه بمي، بدي اطبخه بلبن. هذا شيء فيزياء علم. انت بتفكر طباخ اللي عمل المنسف؟ لا مين؟ هذا بيشتغل بالكيميكال والكيميكال. لا عاد الاكل السعودية حسيتها قريبة على المنسف. ما في شيء قريب. مستحيل صح؟ لا. هون الفكرة صديقي انه ما يكون في شيء قريب على المنسف. المنسف مش اكلة. ايه؟ المنسف فعالية. هذه النقطة الثانية. تبدأ تصير ما تعرف تتكلم. بالضبط. هي عاد ما انا قاعد احاول انشطك عشان ما تدخل بالاوفر. المنسف هو اسلوب حياة. كن منسفجي. هاشتاج كن منسفجي. واحس باشياء غريبة في بطني حاليا ما ادري. وهسه الجيل الحديث وبنات الايام هاي صاروا يحطوا لي معه لوز وبقدونس مش بقدونس. هاي داخله على المنسف. السلام عليكم يا جماعة. دايلر رجعت لكم بعد ربع ساعة. شوف ما ادري انا قايل انه هو بيفزع لي في الموضوع. كيف بكلويز. يا جماعة متعب. بس انا سمعت ان في بعض الناس يفطرون عليه. بالضبط. كيف يفطرون عليه؟ هذا خلص متعودين. هذا في ناس بكلوه بتنشطوا. المهم يا جماعة بعد المنسف رايحين على البر انا والعديد من اليوتيوبرز، ويمكن اجيب خطيب اذا كان كويس. ايه صح؟ صح طبعا. يلا بينا. اوكي يا جماعة والان حان وقت الكنافة. جدا متحمس اني اجرب كنافتهم، فخلونا نقول له يسوي لنا كنافة لو سمحت. خطيب انت كيف وصلت هنا؟ فقلت بتوظف عندهم بضلني اسلخ منسف. اسمع لا تحكي لحدا اني جيت اكلت معك بشرفك، بديش يبطلوني. تفضل شو بقدر اساعدك؟ يلا احكي. كنافة. خشني ولا ناعمه بدك؟ ناعمه. ابشر من عيونك. تفضل استريح مكانك وهسه نص ساعتين تعال هون. طبعا يا معلم مستحيل تاكل منسف وما تختمها بايش؟ بكنافه ناعمه. طول الجبنه. تعال صور. هاي جبنه نابلسيه هاي اصليه. طبعا هاي بعد ما تحط عليها جبنه وين بتحطها على النار؟ تعال. مولع اوريدي. شوف التطور لوين. الغاز بضل مولع طول العمر. هسا الكنافه الجبنه هاي بتسيح كلياتها وبنقلبها بتصير لتحت محمص. اسمع موضوع كيميائي هسا بتشوف. كم بياخذ؟ من ربع ساعه على قديش؟ 10 دقائق لربع ساعه بتكون الكنافه جاهزه. تفضل استريح مكانك صديقي. So now guys we're gonna see the kunafa how you flip it and we're gonna eat it right now. Come on Dyler. صح. First this is the kunafa but still we're gonna flip it right now. When we flip it you're gonna see the محروق side is down and this is Khatib is gonna explain more. شو قناة أمريكية هاي ولا ايش؟ خلص فيش داعي. هسه بعد ما استوت الكنافة كيف بدنا نقلبها؟ هيك بإيد واحدة؟ اذا بدك. طول هسه نقلب الكنافة. يا سلام. انت مش جاهز للمنظر اللي حتشوفه. لا بطق. لا هذا للهواة. هسه بدنا نحط عليها القطر. ما هسه القطر هذا ايش؟ شوف هسه بنشرب القطر هذا كله. تمام. خليها تبقبق شوي. يا سلام. هذا الاشي اللي قاعد بصير اسمه قرمش عشان تقرمش الكنافة. تعال. وهسه اهم فقرة اللي هي رش. تعال يا عمري. اوبا خطيب خلاص. تعال. طيح لي كنافة. مو بيتزا. مش مثلثات. لا مربعات. دقيقة. لا عيد كات.
كلوا مد ايدي. يلا هاي بس عشان التصوير. يلا يا اخوان مدوا ايديكم. انسى هذا التصوير كب فما. يلا يا اخوان يلا. سجد انحرقت هذا بفهمش شيء. كيف ذاكي صح؟ لا لازم نختمها بكنافة. نار. وبس يا جماعة حاليا حان الوقت اني اقيم كنافة خطيب بدون مبالغة 9 من 10. جدا قوية. ليش مش 10 من 10؟ لأن لما جاي يحط هذا ما كان لابس صح الطاقية. لك ليش مش لابس طاقية؟ صح بعد صح ما عنده شعر صح زين. خلاص 10 من 10. ايه قوية. أول مرة أشوف كنافة عامل حالها كب. هذا هو المطعم يا جماعة، اسمه منسف وكنافة في البرشة، رهيب جدا. زاوية المراسيم البخاري. يا جماعة ما أدري إيش صار، كلت منسف رجعت البيت ونمت. الخطة كانت إني أروح أصور مع باقي اليوتيوبرز وأكمل الليلة، ولكني يعني ما أدري هل هذا طبيعي؟ هل اللي صار طبيعي؟ أي أحد ياكل منسف كذا يصير له؟ المهم يا جماعة مقطع اليوم كان جدا جميل. أهل الأردن إذا عجبكم المقطع وتبون مقطع ثاني اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وغير كذا إذا أنت تتابعني من دولة غير الأردن اكتب لي تحت في الكومنتات أنت من وين تتابعني. مقطع جديد كل يوم خميس، لا تنسى اللايك والسبسكرايب والشير. مع الدايلر، سلام. اليوم طالعين يا جماعة أنا وخطيب. هاي جايز get ready with me. كيف راح أخوك حبيبتي؟ سكر اعتزلت